مرحبا، أكلتنا اليوم قرنابيط، مرقة بسيطة بس بيها ذكريات هواية. أنا راح أستخدم وصفة أمي وبيبيتي. إحنا نحب نسويها بالبيت باللحم الناعم المثلوم. راح أجيب الخضروات وراح أنظفها. ما تحتاج خضروات هواية، بس تحتاج قرنابيط وبصل. وبعدين راح قطع البصل ناعم، وبعدين راح أقطع الزهرة إلى قطع صغيرة. الأجزاء مالتها الوردات راح أصغرها بيدي لحد ما تصير قطع، من أخليها بالجدر وأقلبها ما راح تعذبني، ومن ناكلها من تصير سهلة علينا. خليهم بالجدر وأضيف لهم اللحم المثروم الناعم، يكون مالته الدهن وسط، وبكيفكم تريدون تستخدمون عجل أو غنم. أضيف لها البهارات، ما تحتاج بهارات هواية، ملح وكركم وبابريكا فلفل أسود، وها هي. لما يذبل أوخر الخليط على صفحة، أخلي مكان المعجون، أضيف المعجون أشوحه، وبعدين أضيف لها المية الحار، وها هي راح أبقى أقلبها شوية، بعدين أغطيها، وتقريبا 15-20 دقيقة راح تكون كافية. البهارات أني أخلي ملعقة أكل من كل بهار ذكرته، والمعجون ملعقتين أكل كبار، لأن إحنا نحبها ثقيلة وشوي لونها طوخ. إذا أنتوا تريدوها أخف، هذا الشي حسب الرغبة. وهنا تتقدم وأضيف لها معدنوس، وها هي.